مرحبا يا صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكن. اشتقت لكم كتير، رجعت لكم بفيديو جديد. وطبعا يا صبايا، مثل ما الكل بيعرف، أنا كنت غايبة عن اليوتيوب. صراحة إلي أكتر من أسبوعين ما نزلت ولا فيديو أبدا، بسبب إنه كانوا أولادي مرضانين. صراحة الله يشفينا ويشفيهم يا رب إن شاء الله. فالحمد لله هلأ صاروا كتير مناح يعني. كان عندهم سخونة وكان عندهم وجع بالبطن، فالحمد لله يعني عدت على خير، الحمد لله رب العالمين، صاروا كتير مناح. فهون يا صبايا حبيت أطلع شوي أنا وولادي بعد يعني 10 أيام قاعدين بالبيت، لأنه بسبب المرض طبعا. فأخدتهم لهي المنطقة شوي نغير جو، وكان الجو كتير حلو، طالعة الشمس. وشوي إنه يلعبوا شوي ويتسلوا يعني. صراحة هاي المنطقة قريبة على البيت، بس فعلا كان الجو بيعقد كتير حلو. بجنن سبحان الله، على الطبيعة اللي بالسويد دي بتجنن كتير حلوة. فرحنا لهي المنطقة شوي لحتى نغير جو يعني. وهون يا صبايا بالسويد هلأ بيطلعوا هالبطات، بيطلعوا هالوزات، ببلشوا بقى سبحان الله بينفرشوا على هالطبيعة، يعني كتير حلوين. هلأ بتشوفون بالفيديو. سبحان الله. ما بعرف ليش وبيطلعوا جوعانين كتير وبيضحكوا هيك كيف بيهجموا عليكم وبدهم ياكلوا. سبحان الخلاق العظيم يعني. عن جد عن جد منظر رائع ما شاء الله. بتحسوا انه البطاط شي متكامل مع الطبيعة، يعني سبحان الخلاق العظيم. وطبعا هون المي باردة كتير يعني. هي المنطقة بالذات بالصيف مالك مكان تدوسي أبدا، من كتر ما في عالم بتكون موجودة عم تسبح يعني طبعا. وهون الشمس بتكون كتير قوية، يعني صعيب توصل لدرجة الحرارة يعني كأقصى حد يعني بتوصل ل30 كأقصى حد يعني، بس بتكون كتير كتير قوية الشمس. يعني كأنها واصلة لل60 صراحة أو 50. يعني بالنسبة لإلي أنا هيك بحسها يعني. وفي هون كمان طائر النورس بيقولوا له. والمي كتير صافية. سبحان الله. هون حلاوة بالسويد انه في بيعملوا لكم جسر على المي، يعني انه كرمال الواحد ياخد لقطات حلوة. يصور المي اكتر يعني من العمق، يعني من جوات البحيرة. وهيك مثل ما شايفين هدول البطات بيجوا لعنكم البطات، يعني ما سبحان الله هون الحيوانات ما بتخاف من الانسان ابدا. فهي بتهجم يعني بتيجي لعنكم. لطيفين يعني. هذا الجسر هو جسر متحرك صراحة، بس يعني كتير حلو التصوير عليه، وكتير حلو هو. انك تعطي يطلع المنظر البحيرة كتير حلو لما بينمشى عليه يعني. هيك مثل مو شايفين. سبحان الله العظيم عن جد. راحة نفسية. أنا بالنسبة لإلي الطبيعة راحة نفسية. شمس، مي، خضار. بالسويد هون كتير عندهم خضار ما شاء الله يعني. يعني خلال 3 أيام ما بتلاقي إلا الشجر كله صار أخضر. الأرض انفرشت بالخضار سبحان الله يعني.
وطبعا هون كان معي شوية أكلات حبيت طعميهم لهدول البطات اجوا لعندي. هن بيعرفوا انه طالما اجا انسان يعني لصوبهم يعني فهو معه اكل يعني والله لقيت قطعتين صغار بجيبي فطعمتهم اياهم يعني. كان يعني انا مشتريه هدول بيقولوا لهم جوديسيات وهالقصص، فكنت حاطتهم بالكيس كان مع جوزي يعني. فهدول التنتين كانوا بجيبي فحطيت لهم اياهم. سبحان الله المي ما اصفاها ما شاء الله. وهون يا صبايا رجعت على الشط وقعدت شوي، كان في كراسي يعني بعد ما خلصت التصوير البحيرة. ففرشنا هالأكلات اللي جايبينهم معنا يعني. فهون كانوا البطات كتير كتير فرحانين فينا. فهن بدهم ياكلوا يعني. وهون كان ابني عم يرقد وراهون. فعن جد كانوا كتير منظرهم حلو. آه، يعني هلكن ابني ما خلاهم يعرفوا يتهنوا بهاللقمة اللي عم ياكلوها. هو رازق انه قاعد يرقد وراهن يعني. مثل ما شايفين ما خلى حدا من شره. وسبحان الله كان في عيلة تانية كمان عم بتطعميهم كمان. وهلأ بتشوفوا انه بيجوا بطات كتير كبار يعني صراحة، اكبر من هدول اللي نحن هلا عم نصورهم. شايفين كل ما ناكل شقفة نزت لهم شوي منا يعني. هون كنت طبعا يعني حبوا الكاجو، فدبقونا صراحة كثير. وهون كانوا عم يتقاتلوا انه ليش انه هن بدهم الأولوية، يعني كل واحد بده الأولوية لحاله. سبحان الله هي البطة هي كتير كبيرة. حتى ليك بتقلعن يعني ما بدها ياكلوا للأكلاتها. هون كان في تنتين هي بهالقد يعني كتير كبار. وصراحة إذا ما زدتي لهم أكل بيهجموا عليكي. خلصت من الأكلات ودقت حالها ورجعت للمي. طبعا هذا ذكر وانثى. لانه المكسرات اللي عم ياكلوها كتير مالحة. سبحان الله سبحان الله بحطوا مي بعدها. وهون يا صبايا قاعدين فجأة ما بلاقيلكن الا هالوزة كتير كبيرة هجمت وفجأة سبحان الله صارت قدامي. فقلت والله لصورها وشاركها على القناة. سبحان الله كتير كبيرة هي الوزة. والله يعني إذا الله ما كذبني يعني تقريبا إذا بتوقف هيك بترفع رقبتها شوي بالله بتصير أطول من ابني. ما شاء الله يعني كتير كبيرة. أنا أول مرة بحياتي بشوف وزة حقيقية. سبحان الخلاق العظيم. والله إجريها كتير سمان. سبحان الله يعني عن جد بتخوف والله يعني. صراحة بعد ما خلصوا الأكلات وطعميناها يعني صارت تهجم علينا إنه بدها كمان يعني. كنا يعني حسينا إنه بدها تروح معانا على البيت. مع إنه البحيرة هوني مليانة سمك. شفتوا هوني هجمت على ابني. ف خاف كتير. شوفوا سبحان الله قديش في فرق بين البطة الصغيرة وهي. حتى هدوليك اللي من كتر ما أنا كبيرة هدوليك اللي أكبر من هدول البطات يعني أبدا ما قربوا أبدا من خوفهم منا. وطبعا هون كان في واحد سويدي عم بيصور هي الوزة كانت كتير كبيرة لأنه سبحان الله إلها صوت بالله مثل صوت الحية.
وهوني بعد ما طعمينا البطاط وخلصنا صراحة رجعنا على البيت، تقريبا صار شي 7 7 ونص. فرجعنا على البيت، وهذا كان يوم أحد يعني كان عطلة. فهوني كان يعني خلصت، يعني انتهى يوم الأحد عنا يعني. هيك رجعت على البيت وغديت الأولاد والحمد لله رب العالمين. يعني كان غيرنا جو، يعني بما أنهم كانوا الأولاد كتير مرضانين مثل مو شايفين. رجعت على البيت هوني. وهوني طبعا يا صبايا تاني يوم انا نظفت البيت وبعت الاولاد على المدرسة طبعا اول الشي. وكان اول يوم بيداوموا فيه على المدرسة، يعني بعد ما كانوا مرضانين. وانا هوني طبعا كنست البيت ونظفته شوي هيك على الخفيف. وطبعا وبدي لكم شغله يا صبايا، انه انا هيك غيرت موديل الطاوله، حطيتها هيك بشكل يعني فصلت المطبخ عن غرفه القعده. حسيت انه هيك عطت لوك جديد، وحسيتها كتير حلوه يعني. صارت اكابريه. اعطوني رايكم بالتعليقات انه حلوه هيك الطاوله ولا لما كانت قبل. فيا ريت تكتبوا لي بالتعليقات وتخبروني اذا عجبتكم هيك التغييرات ولا لا. وطبعا هوني انا سألت الاولاد انه شو حابين يتغدوا، فبعد ما رجعوا يعني من المدارس فهن طلبوا انه اعمل لهم اكله خفيفه. وانا صراحه كتير انبسطت بالاكله اللي اختاروها. يعني هي طبخت بازاليا ورز، وكانت اكله سريعه وسهله وبدغري بتصير يعني، بما انه كنت مساويه البيت وتعبانه. وعملت جنبهم فول مدمس، وعملت جنبهم صحن سلطه. وهيك الحمد لله تغديت انا واولادي والعيله، والحمد لله رب العالمين. طبعا هذا كان يوم الاثنين عفوا. هاي الاكله كتير بحبها لانها كتير سهله وسريعه، واكل اولاد يعني الاولاد بتاكل فيها وبتشبع يعني الحمد لله رب العالمين. وطبعا هوني ما يعني لازم فنجان قهوه بعد الغداء. وطبعا يا صبايا انا هلا وصلت معاكم لنهايه الفيديو. بتمنى اذا عجبكم الفيديو واستمتعتوا فيه تحطوا لي لايك وتكتبوا لي تعليق حلو، وتضغطوا على زر المشاركة ليوصلكم كل جديد. سلامات حبايبي.